الوصفة اللي راكم تقراو فيها المسمن، شوفوا كيفاش مورق، الله يبارك. كل ورقة وحدها. هيا نشوفوا الوصفة كيف. السلام عليكم البنات، صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ايوا نبدو بوصفتنا. اول حاجه نجيبو السميد رطب، انا وريته لكم هذاك الفا. نجي انا غادي نكيل بهاد الكيله، نديرو كيله سميد ونفس الكيله نكيلوها فرينه، يعني كيله سميد مع كيله فرينه. وهنا الكيله يعني نتيا واش تبغي ديري، ندير فيها مغرف تاع سكر كبيره ومغرف كبيره تاع الملح، ونبقوا هكا نخلطوا في هذوك النواشف هكا شويه بيدينا. ومن بعد هنا غادي نجو نديرو الماء دافي، ما يكونش حامي وما يكونش بارد، نديرو الماء دافي. ونجو هكا نبقوا نخلطوا في هذاك العجين تاعنا حتى نتحصلوا على عجينه ما تكون طريه ما تكون يابسه، تكون شاده روحها مي ماشي طريه بزاف، يعني ماشي مطلوقه وماشي يابسه. دوك تشوفوا هنايا وما غادي لا ندلكها لا نعيي روحي معاها لا والو. شوفوا غير جمعتها، شوفوا القوام تاعها كيفاش يكون. ومن بعد هنايا نجيبو نديرو لاستيس تاعنا باش العجين تاعنا يخرج لنا طري. نجيبو الماء حامي، حرزوا هنا رواحكم تحرقوا يديكم. ندخلوا هذاك الساشي في هذاك الماء حامي او الماء يغلي، نغلوه شويه، نقطروا هذاك الساشي ومن بعد نجيبوا العجينه تاعنا وندخلوها في هذا الساشي تريح. هذه هي لاستيس تاعنا. هنا وين غادي تندلك العجينه اون ديغي حنا دلكناها، وحنا ما دلكناها ما عينا رواحنا معاها. شوفوا انا هنا خليتها حوالي واحد الساعه ساعه ونص، مانيش عاقله، حوالي ساعه ونص بالك ساعتين. ومن بعد جيت هنايا شوفوا كيفاش ريحت وكيفاش خرجت ما شاء الله. شوفوا نوري لكم القوام تاعها اون دي غير راهي مدلوكه. شوفوا الله يبارك. انا هنا غادي ندير، غادي ندلكها حوالي دقيقه ولا 2 دقائق تكفي، يعني كاع ما نتعبش روحي معاها وتكون واجده. نجيب شويه تاع الزيت نعاون به يدي ونجي هنايا نديرها هكا كويرات كيما راكم تشوفوا بهاد لا فاصون. نديرو هادوك الخبيزات تاعنا ونحطوهم في هذاك البلا اللي دهناه بشويه تاع الزيت هكاك باش لاباط تاعنا ما تلصقناش في البلا. نجي هنا نعاود ندير معكم كره واحده اخرى. شوفوا كيفاش راني ندير هاك شغل بونيه غير هكا في يديا. ومن بعد نكورها هكا شويه ابان ونحطوها في هذاك البلا. وهنا غادي نجو نغطوها بالكيس البلاستيكي هكا ونخلوهم يريحوا. انا خليتهم تاني حوالي نص ساعه 45 دقيقه كانوا واجدين. وهنا بالنسبه للتوريق اش غادي نديرو، نجيبو الدهان يكون طري ما ندوبوهش، نخلوه طري كيما راه. انا درت حوالي 2 معالق كبار هكا تاع دهان مع حوالي 2 مغارف حتى 3 مغارف كبار تاع الزيت، ودرت لهم نص كيس تاع لا ليفور شيميك يعني الخميره الكيميائيه، ونخلطوهم بيان بيدينا حتى تولي لنا اون بوماد. ونجيبو السميد الرطب عفوا سميد رطب تاني باش نرشوه على العجين. وهنايا في البلان دو طرافاي نجو نرشو شويه تاع الزيت كما راكم تشوفوا ونبقوا بشويه وحنا نحلو في العجين. شوفوا هنايا العجين كيفاش راه ما شاء الله خفيف وشباب و ميم طون ماشي هذاك الطري اللي كي تجي تحليه يقعد يتقطع لك ويغبنك. يعني العجين حنا نتحكموا فيه ماشي هو يتحكم فينا. شوفوا كيفاش راهي لاباط ما شاء الله راهي باينه. نجيبوا هذاك الدهان تاعنا اللي درناه لي جوغ كيما لا بوماد، ونجو نرشو شويه تاع السميد الرطب بيان سور كيما يعني نفس السميد اللي درناه في لاباط. ومن بعد هنايا نجو نبلعوها هكا مربع، يعني هاد المرحله كاع تعرفوا ديروها. وهنايا بعد ما نبلعوها نعاود ندير لها شويه من هذيك لا بوماد اللي درناها تاع الدهان ونبلعوها هكا على شكل مربع ونخلوهم يريحوا. نكمل كاع الحبيبات تاوعي من بعد نولي نطيب بالحبه. ومن بعد هنايا بالنسبه لهذاك الشكل مدور انا نسيت ما صورتهش كيما راها هكا مربعه، نجو نلموا لها الحواف فقط حتى نردوها شكل دائري ونخلوها تريح. وهنايا هاي المربع الاول هذاك اللي درناه بعد ما ريحنا. شوفوا نجي نخبزه غير ابين هكا شويه بيديا، ما ديروهش رقيق بزاف باش ما تخرج لكمش العجينه رقيقه، خلوها ملحمه شويه باش يخرج لكم مورق. نحمو الطاجين تاعنا كما كنتو تشوفوا بيان، نرشه هكا تاني ابان بشويه تاع الزيت ومن بعد نرش هكا العجينه شويه هكا رشات خفيفه نتاع الزيت. وهنايا بعد ما تنشف لي العجينه مباشره نبدا نقلب فيها، يعني ما نخليهاش حتى تحمر. وهي تنشف نبقى نقلب فيها
هكاك بشويه، كل خطره نقلبها حتى نتحصلوا على هذيك لا كولور دوغي، و ان ميم طون تشوفوا العجينه تاعكم بدات تنتفخ. شوفوا هنايا راني نوريكم، شوفوا كيفاش تبدا تنتفخ ما شاء الله، تجي مهويه ويجي مورق ويجيكم الله يبارك. شوفوا هنايا بالنسبه لهذيك الخبزه المدوره اللي قلت لكم عليها، بعد ما تريح تاني نخبزوها ابين ونطيبوها حتى يدو هذه لا كولور دوغي. هذا هو الشكل النهائي تاعهم. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. ما تنسوش خلوا لي لايك واشتركوا في القناه هكا باش يوصلكم كل ما هو جديد، ومع السلامه.